مساء الخير يا شباب. النهارده بنتكلم على جريمه خطيره جدا، وهي جريمه التحرش. جريمه التحرش اللي النهارده ممكن نشوفها متواجده بشكل دايم، وبقت منتشره بطريقه كبيره جدا. ازيك يا استاذ عادل؟ ازيك يا استاذ محمد؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه انت؟ النهارده كان يوم طويل جدا. يوم شاق في المحاكمه. حقيقي كعادة اي محامي يعني. طبعا، بس احنا بنقدم حاجه كويسه، بتهيألي ان احنا مبسوطين ان احنا بنقدمها. طبعا. النهارده بنتكلم على جريمه التحرش، والجريمه دي النهارده زي ما انت عارف بقت اخده صدى وموجوده في اغلب النواحي، وكل الناس بقت بتسال يعني ايه تحرش. انت من وجهه نظرك ومن الناحيه القانونيه والاطار القانوني عشان المشاهد برضو يبقى فاهم يعني ايه تحرش. والله يا استاذ محمد، خلينا نتكلم عن التحرش ده ان هو جريمه اخلاقيه. جريمه اخلاقيه بتهدد المجتمع المصري. ايه هو التحرش؟ التحرش هو اي فعل او لفظ او تلامس جسدي او حتى بالرسائل الالكترونيه بتكون بدون رضا الشخص الطرف الاخر. التحرش ده جريمه اخلاقيه. شخص النهارده بيحاول يتصرف تصرف معين عن طريق اللمس، عن طريق الاشاره، بيكون فيها ايحاء جنسي، طبعا بدون رضا الطرف الاخر. وطبعا يا استاذ محمد احنا عايزين نوضح ان القانون بيعاقب وبشده كل شخص بيمارس الفعل ده، سواء كان مع راجل او ست او حتى طفل. طب خليني اقول لك بقى، برضو في كتير قوي من الناس دايما بتيجي تتكلم على مضمون فكره التحرش. يعني من حكم شغلنا دايما بنقابل يقول لك والله ده انا جالي رسائل على الواتساب، ده انا جالي ممكن رسائل على الماسنجر. تمام. برضه عشان المشاهد يبقى قريب مننا واحنا قريبين منه، واحنا بنحاول دايما نفهمه يعني ايه الامر اللفظي. طب الامر اللفظي ده ممكن يكون ازاي يا استاذ عادل؟ يعني كل حاجه عيب. كل حاجه ما ينفعش نقولها على العلن. حلو جدا. كل حاجه تحمل معنى الايحاء الجنسي. هو هنا ده النهارده ده التحرش اللفظي. ده اللفظي. ده اللفظي. بعد كده قلنا الجسدي. الجسدي طبعا تلامس. معروف في كل العوام يعني ايه كلمه عن طريق التحرش الجسدي. لو جينا بقى نتكلم على التحرش الالكتروني، خليني اقول لك ان برضو التحرش الالكتروني هو نوع من الانواع النهارده بقى متواجد وبشده وبكثره على جميع الاصعده. طبعا زي ما حضرتك عارف ان السوشيال ميديا النهارده بقت نظام بيئي. الكل النهارده في ايده تليفون، عنده الواتساب، عنده الفيسبوك، عنده انستجرام، عنده وتيجي تبص ان في بعض الانواع من الابتزاز وبعض الانواع من التحرش اللي حقيقي ممكن نقول ان هو بيوصل ان صاحب الاكونت مش عارف يتصرف. طب من وجهة نظرك النهارده لو حصل حاجه زي كده، ايه اللي المفروض الاجراء ياخده اللي هو المتحرش ضده، اللي المجني عليه يعمل ايه؟ يبلغ فورا. اولا النهارده لو احنا بنتكلم عن طريق التحرش ده بيتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لازم احتفظ بالرسائل دي على التليفون زي ما هي على وضعها كده. باخد التليفون من الناحيه الالكترونيه، باخد التليفون وبروح ببلغ بيه في الجهه القانونيه بذلك، في اسم الشرطه او مباحث الانترنت، او حتى ببلغ في النيابه العامه. تمام. ده عن طريق الالكترونيات. تمام. اما بالنسبه للتحرش كوجه عام، النهارده بمجرد لما شخص يقابل الفعل ده لازم يبلغ. لان للاسف الناس بتفكر ان مجرد انها تتستر على الفعل ده انها كده بتداري مصيبه، ولكن احنا كده بنشجع المتحرش، بنشجع المجرم على ارتكاب الفعل ده. يعني معنى كده ان احنا عايزين نقول للمشاهد ان انت النهارده لما بيكون في امر زي كده على طول لن يكون لك تراخي في الابلاغ، تتوجه للابلاغ. ما تتسترش على المجرم، ما تتسترش على العمل الاجرامي. بس الاهم من كده ان انت دايما تكون على وصال مع محامي، لان المحامي هو الملم بعمل الاجراء. خليني برضو اقول حاجه، عندنا في بعض الانواع اللي ممكن نتكلم على الجرائم اللي هو التحرش اللي هو ما حصلش تحرش. عندنا مثلا مثال اللي هو الطبيب وغيره من بعض الانشطه، وممكن نقول الاماكن العامه اللي بلغه الشارع بيقول لك ده رمي بلا، ده انا ما جيتش جنبها، ده انا ما اتحرشتش بيها، ما حصلش بيني وبينها اي حاجه. يعمل ايه؟ والله زي ما احنا بنتكلم كده يا استاذ محمد، ان دايما احنا بنتكلم على المتحرش. بيبقى عندنا برضو في سيدات متحرشات، في اشخاص سواء راجل او سيده زي ما حضرتك بتتكلم كده بيرمي بلاه. طيب انا النهارده عشان احافظ على نفسي في اسجل، اصور
تليفوني ده الكاميرات اللي موجوده داخل الاماكن الخاصه دي مهمه جدا. ما ينفعش عياده الدكتور ما يبقاش فيها، بتساعد على ثبوت الحاله. على الاقل لو كاميرا ما ينفعش تتركب فيها، في اجهزه بتسجل، ده اكيد. تسجل الحوار، تسجل الوقائع دي، حتى نتلاشى فكره افتعال الجرم ده. طيب انا برضو عايز اسال حضرتك سؤال عشان برضو نوضح للمشاهد عقوبه المتحرش ايه. العقوبه النهارده بتبدا من 6 شهور وبتوصل ممكن لحد 7 سنوات. يعني ان النهارده اللي بتسول له نفسه سواء عن زي ما قلنا التحرش اللفظي او التحرش الجسدي، سواء كان على راجل او ست طبعا او على طفل، طبعا حتى لو بنتكلم عن طريق السوشيال ميديا، حتى لو انت بتتحرش عن طريق ذلك، النهارده العقوبه ممكن تقول ان هي بتوصل من 6 شهور الى 7 سنوات، ده على خلاف الغرامه. لازم يبقى احنا بننوه لكل من تسول لها نفسه ان هناك احكام رادعه لمثل هذه الجرائم، ما نتسترش عليها يعني. ده طبعا لازم نسرع بالابلاغ. طبعا الاسراع في الابلاغ ده شيء مهم جدا. الاهم من ذلك الاحتفاظ بكامل المستندات لو في محادثات حصلت، ولو في صور حصلت، او في صور ارسلت، او لو في لينك حتى اتبعت ليك، على طول زي ما حضرتك كنت بتنوه من شويه وقلت يا استاذ عادل ان انا اتوجه الى مباحث تكنولوجيا المعلومات، واحنا عندنا جهات شرطيه متخصصين في ذلك. واكيد الفتره الاخيره احنا بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك كانت وزاره الداخليه بتنوه لو موبايلك صورت بيه زي واقعة شهاب، خلينا نقول مثلا واقعة شهاب اللي كان ماسك في ايده مفك وحاول يتعدى على شخص اخر والتصوير تم ضبطه. الجهات الشرطيه النهارده بتقوم بدورها بشكل كامل يا استاذ عادل، وحضرتك بالتالي مؤيد معايا الكلام ده طبعا. طيب في برضه نقطه كنت عايز اسال حضرتك عليها. اتفضل. دلوقتي احنا بنتكلم ان لو وقع على شخص ماشي في الشارع، لو كانت سيده او رجل او طفل ماشي في الشارع، طب بالنسبه للناس اللي بتتعرض لوقائع التحرش دي او الاعتداءات الجنسيه بشتى انواعها داخل نطاق العمل، داخل المدرسه، تعمل ايه؟ انا ليا وجهه نظر. اتفضل. ان انا النهارده لما يكون حصل معايا امر لفظي او امر جسدي، انا لن اتقاعس. محاوله ذلك لازم اكون ملم بوجود شهود للواقعه، وما افكرش ان انا اقول ان انا مش هبلغ. بس احنا ساعات بنقابل في الشغل بتاعنا ناس كتيره تقول لك انا خايفه من الناس، خايفه يتقال على ابني، خايفه يتقال على بنتي. هو ده المجتمع. المعتقدات اللي دايما مبنيه عندنا، لو جينا نفكر في الامور اللي زي كده تلاقي دايما عندنا فكره ان هو خايف يقول او هي خايفه تقول عشان يقول لك ان انا عندي ابناء. هل ده صح؟ لا طبعا ده غلط. ان انا اخد الاجراء النهارده اللي بيفكر ان هو حتى لو في تلمس جسدي تم او في حتى امر بلفظي تحرش لفظي حصل، لازم انا اخد اجراء ما تقاعس عنه، ومدلوليه ثبوته بتكون عن طريق الشهود. الكاميرا النهارده والتصوير والتسجيل لاي جريمه بتحصل اصبحت سلاح. الكاميرا سلاح. احنا بنتكلم على واقعه هي ممكن هزت الفتره الاخيره مواقع التواصل الاجتماعي بالكامل. بنتكلم على شخص هو سائق لتوك توك. لو حضرتك شفتها طبعا شهاب كنا بنتكلم عليها، مفيش حد ما شافهاش. مفيش حد ما شافهاش. قال لك انا شهاب من عند الجمعيه. طب انت النهارده شهاب من عند الجمعيه اتصورت فيديو مكون من 15 ثانيه، انت تاني يوم الجمعيه. لا وكمان في حاجه لاحظتها برضو مؤخرا، ان جميع الجهات الامنيه اصبحت عن طريق الالكترونيات بتوعي الناس. بلغ الكتروني. طبعا انت النهارده سرعه البلاغ الالكتروني بقى اسرع من البلاغ الكتابي. طب واحنا ليه نقول روح باين؟ طب ما انت عندك النيابه العامه النهارده بقى ليها لينك وليها رقم واتساب تقدر من خلاله لو حتى انت مصور فيديو تقدر تبعته. سلاحك الكاميرا اللي على موبايلك. الابلاغ مش التستر. ما تتسترش على مجرم. وحتى لو حامل لسلاح ابيض، وحتى لو حامل لغيره. فكل النهارده احنا بنتكلم عليه، احنا بنتكلم على فكره السلاح اللي في ايدك، الهاتف. التليفون النهارده في كاميرا، لو انت صورت واقعه حقيقي قدامك مظبوط تقدر توصل بيها لتحقيق الهدف المراد اللي هو العقوبه الرادعه للمشكو في حقه. مظبوط. ايوه مظبوط. ايوه يا استاذ. طيب خلينا نتكلم بقى على مضمون فكره والفرق ما بين هتك العرض وما بين التحرش. دي كلمه كبيره قوي ودي كلمه اكبر. طب احنا ازاي نحاول نوصل للمشاهد برضو يعني ايه كلمه هتك عرض ويعني ايه كلمه تحرش؟ والله يا محمد هم كلهم بيندرجوا تحت مظله الجرائم الجنسيه. بس هنا النهارده لفظ التحرش هو ممكن يكون ابسط من هتك العرض. التحرش النهارده
ممكن يكون عن طريق لفظ، عن طريق اشاره، مم. انما ما ارتقاش لدرجه هتك العرض. هتك العرض ده تلامس صرف، مم. تلامس جسدي مم. صرف، مم. وبشتى انواعه بقى، مم. بشتى انواعه بشتى طرقه مع اختلاف الانظمه، ولكن كلهم بيندرجوا تحت مظله الجرائم الجنسيه، زي الاغتصاب، زي سيادتك عارف يعني طبعا. هي المظله اللي احنا بنتكلم عليها كلها مظبوط. هو القانون الجنائي. مظبوط. ده هو يعني انا بتكلم ان احنا النهارده لو قعدنا نتكلم عنها هتاخد مننا وقت طويل ممكن جدا. نتكلم في 20 30 يعني حلقه. لا خلينا ناخدها في موضوع آه. في موضوع مستقل. طبعا هنا لازم نوضح ان جريمه هتك العرض هي من الجرائم شديده العقاب لانها شديده القسوه. ساعات كتيره جدا المتهم بهتك عرض طفل او امراه او ايا ما يكن بتوصل العقوبه لحد المؤبد في حاله توافر الظرف المشدد، في حين ان كان المتهم ده احد القائمين على رعايه المجني عليه. احنا اتكلمنا ان انت حضرتك قلت ان العقوبه ممكن توصل في الظرف المشدد لعقوبه المؤبد. طيب اللي خلينا برضو نحكي للمواطن اللي مش قادر يفهم فكره السجن المؤبد. طب فكره السجن المؤبد دي النهارده احنا بنتكلم في عقوبه، هي عقوبه رادعه حقيقي. خلينا برضو نوصل للمشاهد يعني ايه فكره الظرف المشدد. يعني ممكن حد من احد القائمين على رعايه الصغير مثلا، لو بنتكلم على خادمه، لو بنتكلم على معلم، لو بنتكلم على غيره. مظبوط. ده الظرف المشدد. النهارده لو في الاطار ان ثبت ان في فعلا هتك عرض تم من القائمين على التربيه او القائمين على خدمه الصغير او خلافه او خلافه. الطالب. زي كان في عندنا واقعه قريبه كانت هزت مواقع التواصل الاجتماعي برضو كنا بنتكلم عنها، اللي هي واقعه المعلم واللي هو صاحب المدرسه، وكان في القاهره، كانت قصه مثاره امام مواقع التواصل الاجتماعي. مظبوط. انا شايف ان احنا حاولنا ان احنا نلم على قد ما نقدر. احنا برضو بنحتاج لو في حد عنده تساؤل معين يكلمنا فيه في الكومنتات، واحنا هنعمل حلقه بخصوص ده او هنرد على تساؤلاتكم دي. ده دايما احنا بننوه له ان انتوا يا ريت كمشاهدين، احنا طبعا قلنا ان احنا نعمل اجزاء كتير جدا من النواحي القانونيه مبسطه، يا ريت نبقى دايما عندنا فكره الكومنت وفكره التعليق، ان انا اسمعك وانت تسمعني. وده اظن ان احنا قريبين منكم لان احنا الطريقه بتاعتنا طريقه بسيطه جدا وسلسه خالص. احنا كنا سعداء جدا ان احنا موجودين معاكم النهارده في حلقه اليوم. مبسوط ان كنت معاك. انا اسعد استاذ محمد، ربنا يخليك. وان شاء الله نقابلكم في حلقات جايه عن قريب، وان شاء الله هنبقى موجودين معاكم بشكل مستمر ونشوفكم على خير ان شاء الله.